السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي ومتابعيني الكرام، معكم إسلام من قناة إسلام دي زاد. اليوم إن شاء الله خاوتي جينا نتكلموا عن مباراة الإياب اللي جمعت منتخبنا الوطني الجزائري بمنتخب النيجر، وجينا أيضا نتكلموا عن مستوى الوافدين الجدد في هذه المباراة. أول حاجة قبل ما نبدأ نباركوا لمنتخبنا الوطني الجزائري الذي ضمن رسميا تواجده في كأس إفريقيا 2024. مبروك علينا، وهذه البداية وما زال. أما الآن ندخل في التشكيلة اللي دخل بها جمال بالماضي دخل بزغبة في حراسة المرمى، رامي بن سبعيني ومحمد لامين توغاي في قلب الدفاع، قيطون كأول مشاركة له في مركز الظهير الأيمن، وحجام أيضا كأول مشاركة له في مركز الظهير الأيسر. أما في وسط الميدان لعبنا بزروقي وبن ناصر وشعيبي وأيضا رياض محرز. أما في خط الأمامي لعبنا بيديلور وببغداد بونجاح. لو تلاحظوا اليوم لعبنا بخطة 4-4-2، ولو تتذكروا في الفيديو الماضي كنت قلت لكم بأن ديلور لا يصلح إلا في خطة 4-4-2. إذا خلونا الآن ندخل في أجواء الشوط الأول. لو تلاحظوا في الشوط الأول وتحديدا في أول 5 دقائق كان هناك ضغط كبير من قبل منتخبنا الوطني على مرمى النيجر، بحثا عن الهدف الأول، بحثا عن ضمان التأهل إلى كأس إفريقيا 2024. وهذا ما كان. سجلنا هدف الدقيقة الخامسة بعد رأسية من بن سبعيني، ثم رأسية من ديلور، ثم تمريرة حاسمة من رياض محرز، ثم هدف رائع من بغداد بونجاح الذي أنا شخصيا أرفع له القبعة على هذا الأداء الرائع، سواء في مباراة الذهاب أو حتى في مباراة الإياب. وبتسجيلنا الهدف شفنا بأن الفعالية الهجومية قلت نوعا ما، وشفنا أيضا بأنه بعض الأنصار صراحة كانت متضايقة كثيرا من المردود في الشوط الأول. شوفوا خوتي، أنت راك تلعب بعدة عناصر جديدة، أنت راك في مرحلة انتقالية. أنا شخصيا كنت تكلمت عن هذا الموضوع في الفيديو الماضي، وكنت نقول بأننا في مرحلة بناء، علينا أن نصب على المنتخب الوطني الجزائري، وبهذا الأمر عليك أن لا تنظر إلى العمل الجماعي، لأننا لم نعد نلعب ككتلة واحدة. بالماضي الآن تقريبا يبحث عن الوجه الجديد لمنتخبنا الوطني، ويبحث أيضا عن التشكيلة الأساسية التي قد يعتمد عليها في المناسبات القادمة. فلا يجب الآن أن تنظر إلى العمل الجماعي، عليك أن تنظر إلى العمل الفردي، وتحديدا إلى العناصر الجديدة. وبالحديث عن العناصر الجديدة خلونا نتكلم عن جيتون. هذا اللاعب قدم مباراة مثالية. أنا شخصيا شعرت وكأنني أشاهد لاعب يلعب معنا من سنوات. عنده القوة البدنية، عنده السرعة، وعنده العرضيات. ركز لي على العرضيات التي غابت عنا منذ سنوات صراحة، يعني من سنوات ما شفناش لاعب يلعب عرضيات مثل جيتون في الجهة اليمنى في دفاع منتخبنا الوطني. منذ عطال لم أشاهد لاعب يلعب عرضيات مثل جيتون. إضافة كبيرة لمنتخبنا الوطني الجزائري. بالحديث عن جيتون خلونا نتكلم شوية على فارس شعيبي. صراحة هذا اللاعب ثابت في مستواه، دائما مردود رائع. مباراة الماضية دخل في الشوط الثاني وقلب المباراة وجاب لنا هدف. مباراة اليوم قدم مردود رائع وسجل هدفين، ولكن الحكم ألغاهم بداعي التسلل، ولو أنني لم أشاهد التسلل. على كل حال شعيبي مكسب كبير، ولاعب صراحة سيقدم الكثير لمنتخبنا الوطني الجزائري، بشرط أن يكمل على هذا المنوال، أن يعمل وأن يعرف كيف يسير مشواره الكروي. نروح الآن إلى جوان حجام في الشوط الأول. كان بادي عليه لأنه متوتر وعنده ضغط كبير، وهذا أمر عادي. تكلم عن لاعب من مواليد 2003، أول مباراة رسمية له بقميص المنتخب الوطني الجزائري، فمن العادي أنه يكون متوتر وعليه ضغط كبير. ولكن راح نتكلموا بعدين عن حجام في الشوط الثاني اللي تغير تقريبا بنسبة 360 درجة. خلونا ايضا نتكلم عن الثنائي الدفاعي اللي لعبنا به اليوم، محمد لامين توغاي ورامي بن سبعيني. صراحة ثنائي من ذهب. هذا الثنائي مميز. لماذا مميز؟ لأنه يمزج بين الشراسة الإفريقية واللعب العصري، وهذا أمر قليل جدا في كرة القدم. توغاي وبن سبعيني يعرفوا كيفاش يخرجوا الكرة من الخلف، وفي نفس الوقت يعرفوا كيفاش يدخلوا بقوة على الخصم، وهذا أمر جميل جدا ونحتاجوه في أدغال إفريقيا. خلونا نتكلم شوية على رامي بالسبعيني اللي نحييه بالمناسبة على أنه كان دائما يغطي على أخطاء حجام في الشوط الأول، لأنه شفنا قلت لكم أنه حجام في الشوط الأول كان متوتر وكان عليه ضغط وارتكب بعض الهفوات، إلا أنه بن سبعيني كان دائما يروح من قلب الدفاع إلى الجهة اليسرى حتى يغطي على أخطاء حجام. لذلك نحييه على هذا الأمر. حتى حجام أن يشكر اللاعب، شفنا في إحدى اللقطات يشكر اللاعب، يعني صراحة شيء جميل. وهذا ما يدل على أن منتخبنا الوطني عائلة واحدة، ودائما ما يحاولوا أنهم يرحبوا بالجدد، ويحاولوا دائما أن يدخلوا لاعبين جدد في أجواء منتخبنا الوطني. إذا خلونا الآن ننتقل للشوط الثاني. في الشوط الثاني لاحظنا مستوى آخر من جوان حجام. صراحة البداية يحكم بالثقة تاعو، وبدينا نشوفوا جوان حجام اللي أنا شخصيا كنت متابعه في نادي باري اف سي وأيضا في نادي نونت.
لمن لا يعلم ولا يعرف من هو حجام. حجام خاوتي يمتاز بالقوة البدنية ويمتاز أيضا بالمراوغات، يعني عنده مراوغات جيدة جدا وعنده قوة بدنية عالية، وهذا الأمر شاهدته في الشوط الثاني تقريبا. شفت تقريبا 70% من مستوى حجام الحقيقي في الشوط الثاني، يعني قدم شوط ثاني مميز عكس الشوط الأول اللي تحس أنه اللاعب كان متوتر، كان أيضا يشعر بضغط إضافي كونها أول مباراة له بقميص المنتخب الوطني الجزائري. بالنسبة للتغييرات، شفنا في الدقيقة 62 خروج بونجاح اللي أكد نفسه وبصم على مستوى عالي سواء في الذهاب وفي الإياب، ودخل مكانه يوسف بالليلي. أما من الجهة الأخرى شفنا خروج إسماعيل بن ناصر ودخول نبيل بن طالب. وعلى سيرة بن ناصر، شفت عدة شكوك حول مردود هذا اللاعب في مباراة اليوم، وبزاف ناس قال لك هذا ماشي بن ناصر اللي احنا متعودين نشوفه في ميلون. بن ناصر هو المحرك تاع اسي ميلون، يلعب الكرات، يلعب العرضيات. ماذا حدث لبن ناصر في هذه المباراة؟ شوفوا خوتي، هذا أمر عادي. انت حاليا راك في مرحلة انتقالية، احنا قلناها ونعودوها بأننا في مرحلة انتقالية. الأوتوماتيزمات طبعا لن تكون بتلك الصورة الكبيرة، مردود اللاعبين الجماعي لن يكون بتلك الصورة العالية، لذلك من المتوقع ومن المرتقب أن الأداء الجماعي لن يكون بتلك الصورة. وإحنا عارفين بأن نقطة قوة بن ناصر هو اللعب الجماعي، وهذا ما لم يجده اليوم، وهذا ما لم يجده في الوقت الحالي في منتخبنا الوطني. ولكن بالماضي لو تشوفوا تصريحه بعد المباراة قال لك أنا راني قاعد نبحث عن الوجه الحقيقي لمنتخبنا الوطني، راني قاعد نبحث عن التشكيلة الثابتة اللي ربما قد نلعب فيها في كأس إفريقيا 2024. لذلك علينا بالصبر وعلينا أن لا نتذمر. نعود نقولها، يجب أن نصبر ويجب أن نقف مع الناخب الوطني. ومن جهة أخرى مع دخول بن طالب وبالليلي شفنا بأن اللاعب شعيبي أصبح يلعب MOC، يعني أصبح يلعب كوسط ميدان هجومي، وشفناه كيف كان بارع في هذا المنصب، وسجل تقريبا هدف أو اثنين ألغاهم حكم المباراة اللي صراحة كان كارثي في مباراة اليوم. وحتى نعطي لكل ذي حق حقه، يجب أن لا ننسى زغبة صراحة حامي عارين منتخبنا الوطني، ولو أن الفرص لم تكن كثيرة، ولكن صراحة زغبة أنقذ فريقنا من فرصة هدف حقيقي في الشوط الأول، كما أن في الشوط الثاني كانت كاين هناك فرصة خطيرة ولو أنها من وضعية تسلل، إلا أن زغبة أيضا في مرة ثانية أنقذ مرماه بطريقة رائعة. نظن أن زغبة في هذه المباراة تكسب نقاط إضافية، وحيكون في منافسة شديدة مع أنطوني مونريا، وأيضا دون نسيان أوكيجا اللي أيضا قد يكون منافس على هذا المنصب. أظن أن منصب حراسة المرمى حتكون فيه منافسة شديدة، وفي الأخير سنتعرف على من سيحمي علينا منتخبنا الوطني في كأس إفريقيا 2023. وبعدها ب10 دقائق أخيرا بالماضي يخرج أندي ديلور بعدما أن كان غائب كليا في مباراة اليوم. على كل حال نتمنى له أنه يسترجع مستواه، ودخل في مكانه اللاعب محمد لامين عمورة اللي دخل وتقريبا كالعادة أعطى حيوية هجومية، ولكن في نفس الوقت ضيع العديد من الفرص ولم يكن موفق أمام المرمى. وفي نفس الوقت والتوقيت شفنا أيضا خروج اللاعب رياض محرز الكابيتانو، اللاعب الثابت اللي ربما ما تكلمش عليه اليوم، ولكن دائما اللاعب هذا لاعب حاسم، الكبير يبقى كبير، الذهب لا يصدى. رياض محرز بن ناصر هذو لاعبين كبار خاوتي، لا يجب أن ننتقدهم. مع عودة المنتخب راح تشوفوهم هما اللي يقودوا المنتخب إن شاء الله لتحقيق النجمة الثالثة بإذن الله تعالى. شفنا خروج محرز ودخول بوعناني اللي راح نتكلموا عليه أيضا، اللي عنده لمسة فنية رائعة وعالية جدا. نظن أن هذا اللاعب لو يعرف يسير مشواره هو وشعيبي راح يكونوا في مستوى عالي جدا، ربما نشوفهم في أكبر الأندية العالمية، لما لا نشوفهم في أندية البريمير ليج الكبيرة أو أندية مثل برشلونة وريال مدريد. إذا ننتقل الآن إلى آخر تغيير، شفنا خروج اللاعب رامز العربي زروقي ودخول قادري، هذا المايسترو الذي نتمنى أنه بالماضي يعطيه أكثر فرص وأكثر دقائق حتى يثبت نفسه، لأنه صراحة لاعب خيالي. أنا صراحة هذا اللاعب نلقبه بإنيستا، سبق لي وتكلمت عليه في سنة 2020 إن لم تخن الذاكرة، عندما كان في بارادو كنت قلت بأن هذا اللاعب سيذهب بعيدا وسيكون مستقبل منتخبنا الوطني إن شاء الله. يعني نتمنى أنه بالماضي يعطيه دقائق أكثر، ولو أنه اليوم أعطاه 10 دقائق وأثبت نفسه وعنده اللمسة هذيك اللي تأكد لك بأن هذا اللاعب سيخرج منه الكثير في المستقبل القريب بإذن الله تعالى. إذا خاوتي هذا ما كان في جعبة اليوم، تكلمنا عن هذه المباراة. نعم جماعيا لم نكن مميزين، وهذا الأمر اللي احنا نحبوه كجزائريين، ولكن نأكد لكم بأن منتخبنا راح يصل إلى الصورة اللي احنا حابينها واللي احنا ننتظروها، أو ربما قد تفوق تصوراتنا بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.